السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في القناة. فيديو جديد، وصفة جديدة. نعتذر لكم على الغياب ديالي الطويل، ولكن رجعت لكم بعد الفيديو ان شاء الله. طلبوا معايا انني نرجع معكم بقوة باذن الله. المهم اليوم رجعت لكم بواحد الفيديو اللي غزال، واحد الكيكة البنات بلا سكر بلا دقيق بلا زيت بلا زبدة. وبامكاننا كذلك نحضروها بلا فران. كيكه اللي رائعه وغزاله بالنسبه للبنات اللي دايرين الريجيم. احسن كيكه بامكانكم انكم توجدوها. كيف ما قلت لكم، واحد الكيكه اللي رائعه بمكونات اللي بسيطه متواجده في كل البيت، ومقادير اللي سهله وبسيطه، وكيكه تجي ما نقولش لكم البنات تجي غزاله رائعه وبنينه بنينه بنينه البنات بزاف. وهي تطيب تعطينا في الدار واحد الريحه البنات. نعيا نوصف لكم، ما غاديش نوصف لكم هذيك الرائحه اللي تتكون ديال الكيك في الدار كيفاش تكون ملي تيكون يطيب. واحد الرائحه اللي زكيه غزاله، والبنه ديالتها البنات غزاله. القوام ديالها هش رائعه. بالنسبه كيف ما قلت لكم، الناس اللي دايرين الريجيم بامكانهم يستعملوها. الناس اللي عندهم السكر بامكانهم ياكلوها، يحيدوا غير ديك الطبقه اللي الفوق اللي غندير انا ديال الشوكولات، وما تبقى بامكانهم ياكلوه بكل سهوله. هنايا البنات غادي نقطع معكم باش تشوفوا معايا القوام ديالها كيفاش تجي من الداخل. تجي رائعه البنات، تجي هشه، تجي القوام ديالها تقريبا مايل القوام ديال البراونيز، ولكن مكونات مختلفه تماما على البراونيز كيف ما تلاحظوا معايا هشيشه. مهم غنطولش عليكم البنات بزاف، غادي نخليكم مباشره مع المقادير والطريقه ديال التحضير. ما تنساوش تشاهدوا الفيديو للاخير، جزاكم الله خيرا. فهنايا في المقادير البنات عندي جوج بيضات، جوج ديال البنانات اولا جوج ديال الموزات، الموز يعني يكون شويه طيب، ما ناخذوش داك الموز الخضر. عندي 3 المعالق كبار ديال الكاكاو، واحد المعلقه حتى لجوج معالق كبار ديال العسل، جوج معالق كبار ديال اللوز بودره، ومعلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلويات. هي الوصفه الاصليه البنات فيها فقط البيض البنان و4 المعالق كبار ديال الكاكاو والخميره، ما فيهاش العسل وما فيهاش اللوز. انا العسل واللوز غير بغيت نزيدهم باش يعطيو واحد النكهه لهاد الكيكه هادي. يعني الا ما بغاش يديرهم ما يديرهمش، يعني الا ما بغاش يدير العسل واللوز بلا ما يديرهم. الوصفه الاصليه فيها غير جوج بيضات، جوج ديال البنانات، 4 المعالق كبار ديال الكاكاو المر، ومعلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوى. بالنسبه لي انا كيف ما قلت لكم زدت جوج معالق كبار ديال اللوز بودره باش نعطيها، باش نغنيها اكثر، يعني يكون عندها واحد المذاق غني، وتكون كذلك غنيه من حيث الفيتامينات اللي فيها، يعني تكون مغذيه اكثر. بالنسبه للكاكاو نقصت معلقه لانني زدت هنايا جوج معالق كبار ديال اللوز. والعسل بما ان عندي انايا هنايا الكاكاو اللي مر بزاف، فانا قلت غادي نضيف واحد المعلقه ديال العسل غير باش تزيد تاكد ليا ديك باش تزيد تاكد ليا الحلاوه. هو راه البنان حلو يعني راه فيه الكفايه، ولكن انا حبيت نضيف هذاك شويه ديال العسل. وكذلك راه الاستفاده ديال العسل، يعني فوائد ديال العسل راها كثيره حتى هي. عندي هنايا العسل ديال النحل، يعني العسل الحر. دابا الناس ما نطولش عليكم، غادي ندوزو مباشره للطريقه ديال تحضير هذه الكيكه دي اللي سهله اقتصاديه وسريعه كذلك. فهنايا البنات غادي ناخذ البنان اكيد اللي غادي نقشرو، يعني نحيدوا ليه القشره ديالو، وغادي نقطعو. ماشي مشكله البنات لاننا غنطحنوا كلشي، يعني نقشروا نحيدوا القشره ديالته. كيف ما تشوفوا معايا راه البنان ماشي داك طيب ثاني بزاف اللي تيكون هاري، ولكن غير يكون طيب بهذا الشكل هذا. غادي نضيف جوج بيضات، عندي هنايا الحجم اللي يكون متوسط، اللي عندها البيض صغير بزاف غادي تضيف 3. هنايا غادي نضيفوا جميع المكونات البنات. هنايا انا واخده المقادير من قبل، يعني واخده العبار 3 المعالق كبار ديال الكاكاو، غناخذ معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلويات، غادي نضيف كذلك هاد اللوز بودره،
البنات هذيك لا الطحانه عاديه راه احسن، لان كميه صغيره صراحه ما بغيتش ندير طحانه كبيره. اكيد اللي بغى كميه اكثر غادي يضرب المقادير، ولكن هي تتبقى حلاوتها ديري كميه صغيره تكلي هذيك الساعه. صافي غادي نهبط هاد الجنيبات لان باقي شويه الكاكاو ما اندمجش، غادي نخلطو مزيان بلا سباتول بهذا الشكل هذا. صافي ها هي الكيكه ديالتنا البنات وجدات. غادي نجيب القالب فاش غادي نحطها. صافي هنايا البنات غادي ندوز غادي نوضع هاد الخليط في القالب. درت انا هاد القالب البنات ديال البانك ديال سميتو هاد الطويل. بامكانكم تستعملوا اي قالب ديال الكيك بغيتو، يعني ما يكونش كبيره بزاف البنات. يعني اللي بغات تستعمل قالب دائري تكون ديال 12 سنتيم تقريبا هو اللي تتهز هاد الكيكه هذه. يعني هاد المقادير اللي عطيتكم كما تلاحظوا معايا البنات راه القوام ديالها مرخوف ماشي عاقد بزاف بحال الخليط ديال الكيك. كما تلاحظوا معايا راه شويه جاريه، ولكن المذاق ديالها تيجي تيهبل البنات وصحيه. يعني حتى بالنسبه للبنات اللي تيديروا الريجيم راه واحد الكيكه اللي رائعه. هاد الكيكه هذه صدقوني كيكه اللي غزاله. تحيدوا منها غير اللوز، تخليو غير الكاكاو والبيض والبنان. راه يعني فيها بزاف ديال الفوائد. هنايا هذه هي الكيكه ديالنا البنات من بعد ما خويناها في القالب بهذا الشكل هذا. بالنسبه للطياب البنات انا غادي ندخلها للفران يكون سخون مسبقا على درجه حراره 180 حتى الطيب يعني وتعلى، ونخشي فيها يعني ندير هذاك التيست ديال العود العود ديال الشغل ديال السنان. ملي يخرج لي ناشف صافي غادي نطفي عليها ونخرجها. اللي ما بغاش ديرها في الفران بامكانها ديرها في الميكرووند، عندها الميكرووند، غير هي ما ديرش هذا القالب هذا ديال الحديد. يعني غدير قالب ديال الدجاج او لا ديال البديع اللي تيدخلوا للفران هما اللي غدير عفوا اللي تيدخلوا الميكرووند هما اللي دير. غادي تديروا فيها وغتدخلوا الميكرووند 10 دقائق بالحساب البنات صافي وتخرجوها تتجي طيبه تتجي غزاله. بامكاننا كذلك نديروها في الكسكاس البنات. بامكاننا نديروها في الكسكاس. نخليوها تقريبا تفور واحد ما بين 20 دقيقه حتى نص ساعه صافي ونحيدوها. بثلاثه ديال الطرق ديال الطهي تتجي رائعه وتجي نفس الشكل عندهم ونفس التيست، يعني نفس اللوغو نفس المذاق. والمذاق يعني تيجي غزال تيجي تيهبل. المهم انا غادي نديها البنات نحطها في الفران طيب كيف ما قلت لكم على درجه حراره 180 حتى الطيب عندي توجد، وغادي نخرجها ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالها. هنايا البنات هذه هي الكيكه من بعد ما خرجتها من الفران مازال كيف خرجتها يعني بقى سخونه. المهم خدات ديالنا تقريبا واحد 15 دقيقه في الفران ديال الضو، يعني شاعل من الفوق ومن التحت وفيه الفرفاره. اللي عنده الفران غير ديال الغاز غادي يشعل عليها يشعل الفران من التحت ويحطها هي من الفوق ويخليها حتى طيب على خاطرها. ردوا البال معها لان فيها الكاكاو راه ما تيبينناش درجه الحراره باش ما تحرقش لينا. المهم راه تتعطي فيها واحد الريحه البنات اللي غزاله ما شهيتكم فيها. الريحه غير ديال البنان عاطيه فيها غزاله البنات كلبات الدار بريحه البنان، والمذاق ديالها تيجي رائع كيف ما قلت لكم والريحه ديالها رائعه. غادي نتسناوها حتى تبرد وغادي نتلاقاو باش نزينوها مع بعضياتنا ونشوفوا الشكل النهائي ديالها. هنا هذا هو الشكل البنات ديال الكيكه من بعد ما بردات. قلبتها في الطبسيل هذا. هنا عندي هاد الشوكولاته ديال الدهن، اي شوكولاته ديال الدهن عندكم تقدروا يعني توجدوا بها. غادي ندهن فقط الوجه ديالها، غادي ندهن الوجه ديالها كامل البنات بهذا الشكل هذا. بامكانكم تستغناو على هاد الخطوه هذه. صافي غادي نزينها انا بواحد شويه ديال اللوز ايفيلي او لا اللوز يعني كونكاسي. صافي البنات اللي عندكم زينوا به، يعني ما غاديش ديروا نفس الاشياء اللي درت انا، غير اللي عندكم زينوا به. تقدروا ديروا لها غير رشه ديال السكر ثقيل من الفوق. صافي هذا هو الشكل ديالها كيفاش تيجي رائعه. المذاق ديالها تيجي غزال.
تنتمنى ان تنال الاعجاب ديالكم وانكم تجربوها، الخصوص انها صحيه البنات. كيف ما لاحظتوا معايا ما فيهاش الزيت، ما فيهاش السكر، ما فيهاش حتى الدقيق، يعني بمواد اللي بسيطه وسريعه في التحضير ديالها. تنتمنى ان فيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لايك، الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش توصلوا بكل جديد. ودابا مابقى لي الا نقول لكم الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.